بتقول انا متجوزه وانا عندي 17 سنه، كنت شايله امي واخواتي من على الارض شيل، كل حاجه في البيت بعملها، البيت والطيور وكل حاجه. لما جيت اتجوزت جهزوني من ابره للصاروخ، بس ما كانش ليا راي في اي حاجه في جهازي ولا اي حاجه. هما اللي اختاروا، وما ينفعش اطلب وما ينفعش اختار وما ينفعش اي حاجه، وانا قلت الحمد لله والشكر لله، واكيد هما هيختاروا لي الحاجات الحلوه. بس بعد ما اتجوزت بقيت احس نفسي غريبه، ما بقتش منهم. قلت عادي يمكن بيحصل. جيت خلفت واروح، مفيش مره تدي لابني مصروف عيد ولا مصروف في ايده ولا اي حاجه. انا متجوزه بقالي 7 سنين وما حصلش ولا مره ان هي تدت فلوس لولادي. الموضوع ده مضايقني جدا. انا كنت بعمل حسابي وكنت بدي لابني فلوس واقول دي من تيتا قدام جوزي وقدام حماتي علشان ما طلعهمش وحشين. المهم تيجي بقى كل يوم والتاني اعمل لها كيكه واوديها لها، اعمل لها حاجه حلوه واوديها لها البيت، يمكن اسمع كلمه كويسه او يعاملوني كويس، ولا كاني بعمل اي حاجه. حاسه ان هم خدوني حق مكتسب. اي حاجه بعملها ما بقتش اتشكر عليها، وبالعكس هم شايفينها ده حقهم. حقهم ان انت تجيبي لهم، حقهم انك تعمليه، حقهم ان انت تنفذي اي حاجه ومامتك عايزاها. الموضوع ده مضايقني جدا وقاهرني قوي. بس حصل موضوع تاني زعلني اكتر. كنت واخده من اختي الصغيره طقم عشان اروح بيه مشوار مهم، واول ما دخلت البيت ماما قعدت ترن عليا جدا في التليفون اكتر من مره وانا ما كنتش سامعاه. فرحت مكلمه حماتي وقالت لها خليها تبعت الطقم لاختها عشان هي عايزاه، هتيجي دلوقتي عشان تاخده منها. حماتي قالت لها هي لسه داخله البيت ما لحقتش حتى تغير هدومها، في ايه هتديهم لك؟ قالت لها لا هي البنت عايزه الطقم ضروري فلازم تيجي تاخده دلوقتي، لو سمحت خليها تعمل خليها تجهزه. رحت انا واخده التليفون من حماتي وقلت لها طب انا ليه عندكم بقى 3 جلاليب صيفي، فلو سمحتي بعتيهم لي، انا لقيتكم بتلبسوهم فما رضيتش ان انا اخدهم، بما ان انتوا عايزين حاجاتكم قوي كده خلاص هاتولي انا كمان حاجتي. المعايره بابليك دي مش لطيفه، تمام؟ ماما وحشه قوي. المهم البنت دي بتقول ان كل الكلام ده هم حالتهم ميسورة الحال، وبابا مسافر بره وجوزي مسافر بره، والاتنين عايشين يعني ايه بيبعتوا فلوس كويسه وفلوس حلوه. انا مش عارفه هم ليه بيعاملوني كده، والمفروض ان انا اعمل ايه. انا اتضايقت لما انا قلت لها ابعتيلي الجلاليب والحاجات دي، بس انا اتضايقت، انا مش عارفه اعمل ايه. انا مستنيه كلمه حويق، انا مستنيه كلمه كويسه، مستنيه كلمه حلوه منهم. دول اهلي، المفروض اخد منهم الكلام الحلو، اخد منهم المعاشره الطيبه، الدنيا تبقى جميله. انتي امي، انتي مش حد غريب. في ناس، ده رايي بقى والله، بياخدوكي كحق مكتسب، بمعنى انتي بنتي فانا رايي اللي هيمشي في اي حاجه ومش مهم اي حاجه، انا شايفه الاحسن ليكي وهي شايفه اللي هي بتعمله ده احسن حاجه ليها. ربنا زرع الحب في قلب كل واحد فينا، ما تضغطيش نفسك علشان حد. بري مامتك وبري باباكي وبري اهلك، بس لو جم عليكي وداسوا عليكي ابعدي شويه، خدي بريك، بريهم من بعيد لبعيد. حسبي الله ونعم الوكيل دي مش حاجه وحشه، انت بتدعي وبتفوضي امرك لربنا. ناس كتير قوي بتخاف من حسبي الله ونعم الوكيل، اللي يخاف منها اللي بيعمل فعلا حاجه وحشه في حد. انا اي حد بيضايقني بقول حسبي الله ونعم الوكيل. مش مامتك قالت حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وانت متضايقه وشايفه ان انت كده مقصره؟ لا انت مش مقصره، انت بتعملي اللي عليكي على كل الكلام اللي انت قلتيه. لا، فانت بتعملي اللي عليكي الحمد لله، وكملي في اللي يريح نفسيتك وبس. دوري على نفسيتك انت، ابعدي شويه عن ماما وخدي بريك. مش لازم كل يوم تبعتي لها حاجات، مش لازم كل شويه تكلميها، مش لازم، لا كلميها لما تحسي ان انت عايزه تكلميها، لما تحسي ان انت عايزه تقربي منها، حتى لو هتسمعي كلام زي السم مش مهم، بس ما تجيش على نفسك. انا شايفه ان ما تجيش على نفسك، وبكره تشوفي انك الخيري زمني من زمن غيري بس. والايام دواره دواره والله.